5 حاجات لازم تعملوها في جدة. المكان اللي احنا فيه دلوقتي اسمه البلد، والمكان ده عبارة عن بيوت وأماكن قديمة تراثية موجودة في جدة. بصراحة شكله تحفة، تعالوا اوريهولكم. منطقة البلد هي جدة التاريخية ومسجلة ضمن التراث العالمي لليونسكو، وكانت زمان مركز للتجارة وبوابة الحجاج القادمين من مكة من خلال البحر الأحمر. معروفة بالبيوت والشبابيك الملونة، وهتلاقوا هناك أسواق وأماكن كتيرة قوي، بالذات الأماكن اللي تقدروا تشتروا منها تمر. دي كلها يا جماعة ب15 ريال. الشارع ده هحط لكم اللوكيشن بتاعه، ده أرخص مكان لقيت فيه تمور، ودي كانت باللوز كمان. يا جماعة ده اللي هو السواك، ده ب2 ريال الواحدة. وقدام على طول المكان بتاع التمور مطعم البصلي، وده واحد من اشهر مطاعم السمك اللي موجوده في جده. لازم تعملوا حسابكم ان انتوا هتقفوا في ويتنج ليست، وان المكان ده بيجيله مشاهير من كل حته في العالم. وبعد ما تخلصوا تمشية في البلد جنبها على طول هتلاقوا حديقة بحيرة الأربعين، وبصراحة دي كانت من أحلى المساحات الخضراء اللي شفتها في جدة. فيها نباتات كتيرة قوي لذيذة جدا، وهتكون حلوة تفصلوا بعد التمشية كتير جوه البلد. وبعدها هتطلعوا على الكورنيش بالظبط عند مسجد الرحمة، ومعروف بالمسجد العائم لأنه مبني فوق البحر الأحمر، وبصراحة كان من أحلى وأهدى المساجد اللي شفتها في حياتي. المسجد موجود في وسط المية، بجد تبقوا بتصلوا شامين ريحة المية. المسجد تحفة بجد، لازم تيجوا فيه، ويا ريت بقى تيجوا كمان وقت غروب الشمس. وبعد ما تصلوا جوه المسجد لازم تطلعوا تتفرجوا على الكورنيش. كورنيش مليان مطاعم وألعاب وحاجات كتيرة قوي ممكن تعملوها وانتوا موجودين عليه. احنا بصراحة جبنا أكل وقعدنا نتفرج على الغروب قدام البحر. ومن احلى الحاجات اللي موجوده في جده واللي ناس كتير قوي هتنبسط بيها هو الشوبينج او التسوق. جده فيها اوتلتس ومولات كتيره قوي وبراندز كتيره جدا، من حاجات اقتصاديه لحاجات هاي اند، وبصراحه لقيت اسعارها احسن من مصر واحسن من اماكن كتيره قوي. ومن اجدد الاوتلتس اللي موجوده هناك مكان اسمه سوق 7، وده لقيت فيه براندز فور ليس اللي بجد اسعاره كانت رهيبه. تعالوا اوريكم شويه حاجات. وغير كده برضو في مكان اسمه شارع التحلية. الشارع ده حرفيا عبارة عن شارع طويل وكبير جدا فيه كل البراندز اللي ممكن تتخيلوها في حياتكم. ولقيت هناك مكان اسمها صيدلية العناية، ودي فيها كل انواع الميك اب والسكين كير اللي ممكن تتخيلوها. وغيرهم كمان في راتسي مول والصرافي مول. وفي الفيديو اللي جاي هاخدكم جولة جوه المولات دي واوريكم الاسعار اللي موجودة في جدة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان ما يفوتكوش اخر السفريات حوالين العالم.